الحصاد من غرفة أخبار بي إن سبورتس في قطر. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة مفصلة ننقل لكم فيها آخر الأحداث الخاصة بكأس العالم فيفا قطر 2022. مساء الخير نحن. مساء الخير جهاد وأهلا بكم مشاهدينا. نبدأ هذا الحصاد باستعراض أبرز أحداث اليوم. حاملة اللقب فرنسا تفوقوا على المغرب بثنائية لتضرب موعدا مرتقبا مع الأرجنتين في المشهد الختامي لكأس العالم. المغرب على موعد مع مواجهة كرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث يوم السبت المقبل. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو يشيد بتنظيم كأس العالم وتميزها بمواجهات مثيرة وشغف جماهيري كبير. رئيس اليويفا ألكسندر تشيفري يصف نسخة قطر 2022 بالرائعة ويعبر عن خشيته من عدم إمكانية مشاهدة الجماهير لأكثر من مباراة في يوم واحد بالنسخ القادمة. في لقطة اليوم سنتابع زيارة من نوع خاص إلى أشهر أسواق العاصمة القطرية الدوحة. حملة الدفاع عن لقبها وبلغت نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022 بفوزها على المغرب بهدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على استاد البيت. لينتهي بذلك حلم المغرب ببلوغ النهائي لأول مرة في التاريخ ويقتصر على برونزية قد تأتي في حال الفوز على كرواتيا في مباراة المركز الثالث. من منجم الأحلام استخرج المغرب حلما عربيا لم يتجرأ أحد على المساس به أو التنقيب عنه في كأس العالم. الأمر كان بمثابة صدمة إيجابية للناطقين بحرف الضاد ومزعجة لمن لم يتوقعها ومريبة لبطل جاء إلى استاد البيت يخشى يلقى ذات المصير الذي أرسل به المغرب منتخبي إسبانيا والبرتغال إلى بلديهما. مفهوم الصداقة سيضعه مبابي وحكيمي جانبا في الحوار الرسمي الأول بين منتخبيهما، حوار سيجتهد فيه أسود الأطلس لتعريف الفرنسيين بمفهوم الهزيمة بعد 5 لقاءات ودية سابقة بينهما تفوق دياكا في 3 منها. ديديه ديشان بدا وكأنه استخلص العبرة مما حصل مع أنريكي وسانتوش فأوعز للاعبيه بضرورة الهجوم المبكر. الأمر أثمر عن كسر الفرنسيين للحصون المغربية بعدما ظلت عصية على المنافسين. تيو هرنانديز يسجل أسرع هدف في نصف النهائي منذ العام 58. الأسود أرادوا النهوض سريعا بعد الصدمة. عز الدين أوناحي كان قريبا من إفساد فرحة أوغولوريس بمعادلة رقم مانويل نوير كأكثر الحراس خوضا للمباريات في كأس العالم، لكن لوريس أفشل مخطط أوناحي. السيناريو الحاصل زاد من ثقة البطل. أوليفيه جيرو استفاد من هفوة ارتكبها رومان سايس وشكل خطورة انتهت عند حدود القائم الأيمن لياسين بونو. المصائب توالت على رأس وليد الركراكي. القائد سايس لم يستطع التحمل على إصابته أكثر من 21 دقيقة وعليه اضطر الركراكي لتغيير الخطة بالكامل مع إشراك سليم أملاح. الديكا واصلت ضغطها بحثا عن الثاني مستغلة ارتباكا حاصلا في الخطوط الخلفية المغربية. جيرو ظن أنه يحفظ المرمى عن ظهر قلب إلا أن كرته فضلت التعاطف مع الأسود على أن تعزز غلة الديكا. أمام كل ما حدث لم يتوقف نضال المغرب لعدم منح الخصم الأفضلية بنهاية الشوط الأول. القصة كانت بحاجة لبعض الحظ كي يأخذ جواد اليميق بيد منتخبه لتعادل رفض قائم لوريس أن يحصل. ما انتهى عليه الأول بدأ به الثاني. الأسود احتفظوا بحقهم في الرد بل وسيطروا على كامل أجزاء الملعب مجبرين البطل على استخدام أسلوب الدفاع. هنا اضطر الركراكي لإجراء تحديثات على الهيكل الهجومي على حمد الله يفعل ما عجز عنه النصيري، لكن ما حصل كان أسوأ مما توقعه وليد. البديل كولومواني يجعل الحلم العربي في بلوغ المغرب النهائي في خبر كان. هدف ثان كان بمثابة تأكيد الترشيحات
التي وضعت اسم فرنسا في استاد لوسيل قبل أن تبدأ الموقعة حتى. القصة المغربية الإعجازية توقفت هنا، والفرحة التي رسمت على الوجوه تحولت إلى دموع، لكن الفخر بأسود تجرأوا على الحلم ولم يندموا سيبقى أزليا. فرنسا في النهائي للمرة الرابعة في تاريخها، بحثا عن نجمة ثالثة تزاحمها عليها الأرجنتين وميسي على السواء. ماشي لا بريسيون باسكو الدراري دخلوا مزيان، كانوا باغيين يديروا شي حاجه اللي كبيره بالحق. لو تخاو نيفو باش توصل لا فينال، لي بتي ديتاي ماركاو دغيا خليناهم يدخلوا في الماتش. شفتي زلقتي ومشاو يماركيو في الكره الاوليه ديالهم، حطت لهم الثقه. سي لي بتي ديتاي. ابخي رجعنا في الماتش حق ضيعنا بزاف كوري في بروميير ميطون، الحمد لله ما سجلوش الثاني. دوزيام ميطون دخلنا باش نمشيو نشجعوا، درنا تري بون دوزيام ميطون، وشفتي لا موندغ ايغور اللي درنا ماركاو الثاني. سي لي بتي ديتاي، عندهم اللاعبين القدام اللي بوالو يقدروا يماركيو. احنا جاونا بزاف د فرص وما سجلناش، وهذا لو نيفو. غنتعلموا من هذا الشيء، تعلمنا بزاف في هذه لا كومبيتيسيون اللي مهم. اون با دو ريغري باسكو حطينا الماكسيموم. لا السبب علاش كنا باغيين نبلوكيو امبابي وديمبيلي، عندهم لا فيتيس. بدينا مزيان، اون بليس كان عندنا غنم السيس مبليسي، كنا باغيين يكون مرتاح في لاكس. في الاخر مره كدير دي شوا اللي جاسوم كومبليتمون بحال من الاول. اللي مهم هي ماشي لا تكتيك اليوم، هي ليتا ديسبري كان مزيان، حطينا الماكسيموم. هي با دو ريغراف. يعني درنا مقابله في مستوى كبير، كانوا عندنا فرص. يعني الدراري حطوا كاع داكشي اللي عندهم، كنبغي نشكرهم. هادشي اللي كاين، كره هادي الواحد دابا ريكوبيري باش يواجه باقا مقابله باش نفوزوا بها ان شاء الله، وكنظن تكون مهم. هذا المنتخب يعني لا بغى يبقى غادي بهذا المستوى ديما، فلا بدا خصو يواجه كاع المقابلات بجديه، والمقابله الجايه تكون مهمه لينا باش نوريو. كنبغيو نشكروا كاع الجماهير، فصراحه حسينا بالتشجيعات ديالهم، بالسند ديالهم، وكنتمناو يعني في لي زيشونس جايين نفرحوهم ان شاء الله. وفي ردود الفعل أيضا أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن المنتخب المغربي كان خصما صعبا. وعبر ماكرون في الوقت ذاته بأنه فخور بأداء المنتخب الفرنسي بعد حسمه لتأهله إلى النهائي. المغاربة لعبوا بشكل ممتاز، والمباراة ما كانت لتكون نفسها لو عدلوا النتيجة. نحن تعذبنا في العديد من الفترات، لكن رأينا منتخب فرنسي كبير، وأنا أريد أن أقول شكرا لمدربنا ديدي ديشان، وأنا سعيد وفخور بهذا المنتخب الفرنسي ببساطة، لأننا رأينا جيل أكثر نضج قام بعمل كبير جدا، وجيرو كذلك قدم مباراة ممتازة مرة أخرى، وكان يمكن أن يسجل. جريزمان كان مليئا بالعطاء، لاعب ممتاز، قدم مباريات كبيرة طوال هذه البطولة. كل هذا الجيل فعلا يمثل هذه المجموعة، وهناك جيل جديد سجل كذلك أهداف من الجيل الجديد. كولوماني دخل لدقيقتين فقط وتمكن من تسجيل الهدف الثاني. إذا نحن فخورون بالتأكيد. هرنانديز الذي هو رائع واكتشاف حسنا، ربما ليس اكتشاف لأنه لديه مسيرة ممتازة، ولكن يقدم مستوى ممتاز. إذا لدينا جيل شاب وجيل صاعد. حفلت مباراة نصف النهائي بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي بالكثير من المشاهد الجميلة والمؤثرة والمعبرة. جزء مما حمله نصف النهائي بين أسود الأطلس والديوك الفرنسية في التقرير التالي. السالكون للطريق نحو البيت لجلب التأهل إلى النهائي لهم نفس المسافة المقطوعة. بعد الوصول هناك ديك ينتظر أن يصيح تأهلا، وقد تغطي على صوته عزف مقطوعة هذا حلمنا الذي يسعى لتحقيقه من استداروا للواقع وصنعوا منه حلما جميلا، حلم دار دورة كاملة ولف العالم برمته. نظر كل متعود على الشباك إلى مساحة الاستطاعة، نافسهم في المسعى من لا يبتسم إلا حين يسجل. رد عليه المبتسم حين يصد بأنه جاهز حتى ولو لم يسأل. كان الوقت متجها لرفع رأسه نحو البداية،
حركة اليد توحي أن القلق يزيده العد التنازلي، بل يصير عارما إذا كان كل الجسد يتحرك. على بعد أمتار بعيدا عن الندية، الأحاسيس تتجدد كل مرة وكأنها الأولى. هناك من صفق قبل التسجيل وبعد أن اهتزت الشباك. الفرح كان بالنيابة لمن سجل. استعجل الهدف الخاطف عطشا طارئا. قرعت طبول العودة، منعها لوريس، والرد على الطبول كان بدق الحديد. الرد على الحديد كان بالمقص، لكن هوغو أغلقه بيده. بقي باب البيت مفتوحا على كل التوقعات. حدث الركراكي سفيان عن سبل العودة، والسبل التي كان مبابي يسلكها بسرعته ربطها نور الدين بإحكام. والمكان الذي لم يغلق جاء منه الهدف الثاني لفرنسا، هدف أعاد ديشان إلى عشرينياته. ديديي يريد أن يحتفظ بالكأس في يده. هدف ترك الرؤوس محتارة. في النهاية حدثت العلاقة بين من جمعهم القميص ولم تفرقهم الندية. صانع التاريخ ولو طالت المدة لن يغيبهم الإقصاء. للحديث أكثر عن مباراة اليوم ينضم إلينا الأخضر النواري من الرباط. أهلا ومرحبا بك معنا. إذن كيف كانت ردود الفعل في العاصمة المغربية الرباط بعد خسارة المنتخب المغربي اليوم في هذه المباراة، لا سيما بعد الأداء المشرف والكبير الذي قدمه هذا المنتخب في هذه البطولة؟ نعم مرحبا. قبل ردود الفعل فالجماهير يعني عاشت أطوار وفصول المباراة بكل إثارتها وتشويقها. الجماهير حقيقة يعني بعد نهاية المباراة يعني تأسفت للنتيجة وللخسارة أمام فرنسا، لكن سرعان ما طوت هذه الصفحة، صفحة تأسف، لأنها لم تبلغ لدرجة الاستياء، وتذكرت أن منتخبها يعني هو من الأربعة الكبار وربما سيكون من الثلاثة الكبار. لهذا الجماهير ما تزال أمامي وما تزال بالأعلام وبالألوان الخضراء والحمراء. وإلى ردود الفعل مباشرة، وأبدأ باليمين. مرحبا سيدي. للأسف ما تأهلناش، ولكن الحمد لله شرفونا كمغاربة، شرفونا كعالم كبلد عربي، وشرفونا القارة الإفريقية كاملة. الحمد لله، وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. نشوف صديقتك. مرحبا. يعني هذه المباراة مع المنتخب الفرنسي كانت صعيبة، ولكن ما كرهناش كون طلعنا للفينال، وكان هادشي تاريخي. الحمد لله دخلنا للتاريخ ديجا في دومي فينال. دابا كنفتخروا بالمنتخب ديالنا والحمد لله على كل حال. نشوف آراء الشباب. يعني احنا مفتخرين بهذا الاداء في غياب لاعبين في الدفاع اساسيين. سايس واجرد لعبنا ماتش ما بهش، ونتمناو الناخب الوطني دابا يدخل دارو ويدير ليتود ديالو باش نعرفوا شنو خاص يتبدل في المنتخب، شنو خاص يتحسن. حنا فخورين بالاداء ديال المنتخب، وان شاء الله كنطمحوا للمحسن في اللقاءات القادمه. نشوف جهة اليسار. أنتم كذلك فخورون؟ طبعا احنا فخورون بإنجاز المنتخب، ونقدر نقول أن لولا الإصابات كما قال الصديق أن كنا نقدروا نحققوا نتيجة إيجابية. يعني غياب نصف الدفاع في المقابلة أثر على النتيجة، وحتى اللياقة البدنية اللاعبين ما كانوش يعني في اللياقة البدنية الكاملة باش أنهم يحققوا نتيجة إيجابية. رغم ذلك كنقولوا أن احنا فخورين بالمنتخب، لأن دخلنا للتاريخ النصف النهائي في كأس العالم، ومازال لعبوا الترتيب إن شاء الله ونطلعوا للبوديوم. وكرواتيا كما تعدنا معها في لقاء الافتتاحي لكأس العالم، في اللقاء الاختتامي غنفوزوا عليها ان شاء الله. انت مع الجماعه ولا عندك راي اخر؟ لا اكيد حنا فخورين بزاف بالمنتخب المغربي، باسود الاطلس اللي دخلونا للتاريخ. نصف النهائي ديال كأس العالم ماشي شي حاجه اللي سهله، وبرافو عليهم. عاش الملك، عاش الوطن، والعقبالهم الماتش الماجي ان شاء الله يكون اداء مزيان. برافو عليهم. اذا هناك اجماع بان الجمهور المغربي هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قناة سنيبر هنا خصومات المحدودة للوقت. يمكن الحصول على المكافأة الإضافية عند إعادة شحن ما يصل إلى 70 ماسة
لأول مرة سيتم إصدار المكافأة تلقائيا. يعني هنا عامل لك عرض خصم كبير، بيقول لك إن شحنت 70 ماسة، طبعا هنا تحت اهوت في الأحمر، بدل من 100 لأ ب26 جنيه، من $100 26 جنيه. طبعا في برنامج كواي عاملين حاجات خصومات جامدة عليه. ونشوف هنا بيقول لك هنا دليل هنا المسات الإضافية 30، لو خدت 70 يديك إضافي 30. علبة الهدايا المميزة بقيمة $99. شراء الهدايا ب5 خصومات. هنا يمكن الحصول على المكافأة الإضافية عند إعادة الشحن ما يصل إلى 70 لأول مرة، وسيتم إصدار المكافأة تلقائيا. يمكن لكل جهاز من الشخص الواحد الحصول على علبة هدية لإعادة الشحن لأول مرة. يمكن المشاركة من خلال قنوات الشحن عبر الإنترنت فقط. إذا تم وجود سلوك الغش المعين، يحقق المسؤول الرئيسي لإلغاء المكافأة المعنية والاحتفاظ بالحق في تحديد المسؤولية المعني. يعني هنا هو شرح بسيط جدا بالحاجات دي يعني نلكم على الخصومات بتاعتها. 70 ماسة طبعا $26، ب26 جنيه مصري، ومكافئتها بصراحة حلوة يعني المسات دي بيقولك كنت بتاخدها مش عارف بكام، بدل من 100 بيقولك ب26. يعني الماسة كانت بتقف بجنيه وشوية يعني. وياريت تكون استفدتم بالشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس في قناتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عايز يحمل طبعا البرنامج هتلاقيه في الرابط تحت الوصف، برنامج كواي. تنسخ الرابط وروح داخل وتروح محمل عشان تدعمنا. وياريت يكون الشرح أفادكم، والسلام عليكم.